فيديو النهاردة بناء على طلب أحد متابعاتي حبيباتي اللي بحبهم جدا. حملة تشويه السمعة لسانفاكنين برضو، طريقتين للتعامل مع الحملة دي. النهاردة هنتكلم عن حملة تشويه السمعة والتشهير الفظيعة اللي بيعملها النرجسي وبيشنها ضد الهدف بتاعه، وبتحصل عادة بعد مرحلة الديسكارد. يا إما النرجسي هو اللي سابك وعمل لك الديسكارد، أو أنتي اللي سبتيه، أو أثناء قضية الطلاق بينكم، أو أثناء قضية حضانة مثلا للأولاد. ف... فبيبتدي النرجسي يعمل حملة تشويه السمعة أو التشهير. ما بيعملهاش النرجسي معاكي أنتي وبس كزوجته، لا، ده ممكن يعملها مع صديق ليه، أو زميل في الشغل، مع أخوه، مع أخته، مع أمه، مع أبوه، مع ابنه، مع بنته. عادي جدا، ما يهموش هو بيقول إيه ولا بيقوله على مين. أي حد بيهدد سيطرته وقوته لازم يتعاقب بحملة التشهير دي. هو بيكون مش قادر يسيطر عليكي كضحية ليه، فبيعمل حملة التشهير دي علشان يتحكم في الطريقة اللي الناس اللي حواليكي شايفينك بيها. يبدأ يهاجمك ويشوه سمعتك، وبيكون فظ جدا جدا، قاسي جدا جدا بشكل رهيب. النرجسي بيعمل حملة التشهير دي علشان بيكون محتاج إنه يبان قدام الناس إنه صادق وعلى حق، لأنه حاسس إن البساط اتهز من تحت رجليه، الأرض اتزلزلت. محتاج يحس إن اللي بيقوله هو الحقيقة ويخدع الناس بده. لازم يفوز، هو ده هدفه، هو ده هدفه الأكبر في الحياة، إنه يفوز تحت أي ظرف بأي تمن. لازم يفوز، لازم يكسب. كمان حملة التشهير بيعملها كنوع من أنواع الإخفاء لشخصيته الفظيعة، بإنه يسلط الضوء عليكي انتي، فالناس تبطل تتكلم عنه هو ويتكلموا عنك انتي. يفتري عليكي بالكلام ويزور الحقائق ويقلب الحق باطل، ويصرف أنظار الكل عنه هو ويوجهها ناحيتك انتي. كل ده إلى جانب العزل اللي بيحطك فيه لما الناس تبعد عنك، لما يسمعوا اللي هو بيقوله عنك. جيرانك يبعدوا عنك، أهلك، أهله، أصدقائكم المشتركين، زمايلك في الشغل. أيوة، ما تستغربيش، ممكن يوصل لأهلك ولزمايلك في الشغل ويشوه سمعتك قدامهم، ويقول على لسانك كلام انت ما قلتيهوش، يوقع بينك وبين زمايلك وبين جيرانك وبين أهلك. يروح لأهلك ويقول لهم ان انت بتقولي عنهم كذا وكذا وكذا. النرجسي اللي كان معايا يا جماعة راح لأبويا وقال له ان انا بكرهه، ان كل مشاعري ناحية ابويا وامي الكره. تخيلوا. نرجع للفيديو بتاعنا. يوصل لزمايلك في الشغل ويشوه سمعتك قدامهم وتلاقيهم بيبعدوا عنك من غير سبب. انتي عملتي ايه انتي مش عارفة، لحد ما تكتشفي هو بيقول عنك ايه وبيقول على لسانك ايه ليهم من وراكي. بياخد حاجة بسيطة جدا او كلمة صغيرة جدا انت ممكن تكوني قلتيها على حد، او غلطة صغيرة انت عملتيها من زمان، ويبدأ يبني عليها تلفيقات واكاذيب فظيعة. كمان يعمل إسقاط لكل مواقفه البذيئة والمشينة كنوع من أنواع الدفاع عن النفس. يقول إن أنت اللي خاينة، يقول إن أنت اللي كدابة، يقول إن أنت مهملة، يقول إن أنت كئيبة. طيب إزاي نتعامل مع حملة تشويه السمعة دي أو حملة التشهير دي؟ طبعا الاستراتيجيات بتتغير على حسب إيه هو النرجسي بالنسبة لك: زوجك، أمك، أبوكي، أخوكي، جارك، زميلك، رئيسك في الشغل، عندك منه أولاد ولا لأ. لو هو حد انت مش مضطرة تتعاملي معاه، زي مثلا زميل في العمل، صديق، جار، حتى لو أخ أو أخت، فأنا بنصحك بإنك تتجاهلي تماما الحملة دي وتعملي بلوك قوي جدا جدا، ما يقدرش النرجسي يوصلك بيها. وتجاهلي تماما الكلام واعملي النو كونتاكت المظبوط باعتباره شيء يعني لابد منه، لأن النرجسي ده اللي هو
انت مش مضطرة تتعايشي معاه، ما يستحقش ابدا وقتك ولا طاقتك. يعني ما تحاوليش ان انت تدافعي عن نفسك، وفري مجهودك ووفري طاقتك، وبمنتهى البساطة ابعدي عنه وخرجيه من حياتك، لانه بجد ما يستاهلش انه يبقى في حياتك. طب لو هو بقى شخص انت مضطرة تتعاملي معاه، زوج مثلا لسه في علاقة زوجية معاه، اب، ام لسه عايشين معاكي، دول طريقتين او استراتيجيتين تقدري تتعاملي بيهم مع حملة التشهير. اول حاجة واهمها، ما تشتركيش في الحملة دي. يعني ايه ما اشتركش في الحملة؟ يعني ما ترديش. انا فاهم طبعا انه من الطبيعي انك تكوني عايزة تنتقمي وعايزة تاخدي حقك، بس صدقيني الرد على كلام النرجسي هو ده بالظبط اللي هو عايزه منك. يعني جوزك مثلا بيستفزك، بيتهمك، بيطلع عليكي اشاعات، بيخوض في عرضك، بيقول عنك كلام ما يتقالش، بمنتهى القذارة وبمنتهى السفالة وبمنتهى الوحشية. أرجوكي ما ترديش، أرجوكي ما تديش أي رد فعل، لأن رد فعلك وصراخك وبكائك وكل شوية تفضلي تقولي له أنا، أنت إزاي تقول عليا كده، أنت إزاي تقول كلام زي ده، أنت مش فاهم أنت بتقول إيه، في راجل محترم يقول على مراته هو مبسوط جدا 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 باللي أنت بتعمليه ده. هو ده بالظبط اللي هو عايزه منك، هو ده بالظبط الوقود النرجسي اللي هو بيحبه. النرجسي مراوغ جدا جدا وانتقامي لأقصى درجة، لدرجة إن فرصة نجاحك معاه في المعركة دي فرصة صغيرة جدا وضئيلة جدا. ولو عملت كده ودخلتي معاه في الأخذ والرد والنرفزة والعصبية والصراخ والبكاء، النرجسي هيصعد حملة التشهير أكتر وأكتر، ويبقى أكثر همجية ووحشية علشان هو اللي يفوز. لما ما بترديش فأنت بتحافظي على شخصيتك الحقيقية، قيمك الحقيقية، ومع الوقت هيسكت. كمان مع الوقت الناس هتعرف إن اللي بيقولوا عنك مش حقيقي، عاجلا أم آجلا الناس هتبطل تتكلم. كمان لما ما بترديش على كلام النرجسي ده بيخليه يتجنن أكتر، لأنه ببساطة النرجسي عايش على رد فعلك، هو ده اللي هو عايزه. فما تديلوش اللي هو عايزه، ما تديلوش رد فعل، ما تبينيلوش غضبك ولا ألمك، وبكده تكوني حرمتيه من الوقود النرجسي اللي ممكن ياخده منك. ودي طبعا حاجة مؤلمة جدا بالنسبة له. عارف ان اللي انا بقوله صعب، وعارف ان ده كلام سام فاكنن يا جماعة، وانا بترجم عن لسانه، يعني بيقولك عارف ان اللي بقوله صعب، وعارف ان استفزازات النرجسي ما تقدريش تتحمليها، لكن طول ما انت حاطة في دماغك انك هتقفي تدافع عن نفسك عمرك ما هتكسبي. لكن لو حاطة في دماغك ان هو كذاب وغشاش وانك ما ينفعش تردي عليه هتقدري. تاني طريقة او تاني استراتيجية هي إنك تتعلمي فن الرد على النرجسي. زي مثلا إنك لما يتهمك بالخيانة فتقولي له تمام، أنت شايف كده، طيب ليه ما بتطلقنيش، ليه ما بتسيبنيش؟ بمنتهى البساطة. طب لو مطلقك وبيكلمك وبيقولك أنت خاينة، قولي له طيب الحمد لله إنك طلقتني وخلصت من واحدة خاينة، ربنا يرزقك باللي تصونك زي ما أنت هتصونها. ولما يتهمك إنك كئيبة ونكدية وإن أنت السبب إنه خانك، قولي له ده رأيك واحتفظ بيه لو سمحت لنفسك. المهم الرد يكون غير عاطفي، يعني ما فيهوش أي ايموشنال، يعني ما فيهوش لا بكاء ولا صريخ ولا تنهدات ولا كلام من ده خالص، ما فيهوش أي حاجة تدل على العاطفة، ويكون رد قصير جدا. ما تتأثريش، ما تصرخيش، ما تبكيش، ما تتنهديش وتقولي له أنا. اوعي تعملي كده ولا تندهشي لأنه ده رد فعل. ولا تفضلي تبرري وتجيبي مواقف تبين وتثبت إنك مش كده. يعني ما تقوليلوش مثلا لما يتهمك إنك خاينة، ما تقوليلوش مثلا اتفضل خد الموبايل بتاعي اهو اتقلب فيه وشوف إذا كنت أنا بعمل، ولو لقيت حاجة يبقى لك الكلام، ولو ده استجابة منك، ده
هو اللي بيحبه. ده هو رد الفعل اللي عايزه منك علشان يتغذى. ده هيخلي النرجسي طبعا لما تتجاهليه وتتعلمي فن الرد زي ما بقولك، ما تستجيبيش للكلام اللي بيقوله ده، هيخلي النرجسي يموت ويتجنن، لأنه مش عارف يستخلص منك أي وقود. بالرد وعدم الاستجابة هتستعيدي قوتك تاني، إنك ما ترديش، أو إنك تردي الرد القاطع القصير اللي ما فيهوش أي عواطف. أنا عارفة إن ده صعب، بس لازم نتدرب يا جماعة، لازم نتدرب ونحاول. أنا عن نفسي تعرضت لحملة تشهير وتشويه السمعة، وعارفة إنه بيستخدمها بأخبث وأقذر ما يمكن أن تتصوري. بس لما بقيت أرد على قروضه الطائرة اللي بيبعتهم لي، واللي بيبعت لي معاهم الكلام البشع ده بنفس الطريقة اللي بقولكوا عليها دي، يعني لما بعت يقول لي إن أنا اللي كئيبة ونكدية وبدور على النكد وحرمته من السعادة في بيته، قلت للقرد الطائر اللي بعتهولي طب الحمد لله، الحمد لله إنه خلص من الكئيبة اللي معيشاه كآبة وعايش سعيد دلوقتي، دي حاجة ما تزعلنيش. رد بسيط وقصير كتم القرد الطائر، ما خلاهوش يعرف يرد عليا تاني، وما دخلناش في حوارات هات وخد، وفي نفس الوقت خلاص انا خلصت. اما يجي مثلا ويقولك انت مهملة، انت مش شايفة شؤون بيتك، قولي له تمام، اتمنى بس ان يعني تقولي انا مقصرة في ايه. مش هيعرف يقولك حاجة، يا اما تقولي له ده رأيك واحتفظ بيه لنفسك بعد اذنك، يا اما تقولي له طيب خلاص انا هشوف انا مقصرة في ايه وهعمله. ده لو انتوا لسه يعني عايشين في بيت واحد. كل ما يحاول يستفزك ردي عليه الرد القاطع، وانتي في منتهى الهدوء. صدقوني يا جماعة بالتدريب والله هتعرفوا تعملوا ده كويس قوي. طيب، رد بسيط وقصير وفيه قوة وثبات. طبعا اللي بقوله مجرد مثال فقط، يعني ما تحاولوش ان انتوا تدخلوا معاه في مهاترات، ما تحاولوش ان انتوا تدخلوا معاه في جدال وتدافع عن نفسك. وعايزة اقول كمان حاجة مهمة جدا لكل اللي بيبعت لي وبيقول لي ان حملة التشهير افقدته ناس واصدقاء ومش عارف ايه واهل والناس صدقوه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ازاي يقول عليا كذا، خلى الناس تشوفني كذا. حبيبتي، اللي عارف شخصيتك الحقيقية وعارفك كويس مش هيصدق عليكي كلمة واحدة. واللي مصدق في الغالب بيكونوا واقفين في صف النرجسي اصلا، اللي هم يعني يعتبروا اهله او اصدقائه المقربين، اصدقائه هو اللي هو اصلا مغذيهم بدوت من قبل ما يسيبك بكتير. هو ناقل لهم عنك صورة وحشة جدا جدا من قبل ما يسيبك بكتير، بيتكلم عنك من ورا ظهرك. خلي بالك يعني، ما تتفاجئيش. في الغالب هم دول اللي هتلاقيهم مصدقين وماشيين معاه، خلاص الله يسهل لهم، انت اصلا مش عايزه منهم حاجه، انت اصلا هم ما يهمكيش في اي شيء. اللي يصدق عنك كلمه وحشه يعني اخسريه وانت الكسبانه، طلعيه من حياتك وانت الكسبانه. وصدقيني مصير كل حاجه تبان، مصير كل حاجه تتعرف، مصيرهم يعرفوه على حقيقته، مصيرهم يعرفوا هو مين وانت مين. ردي على حملة التشهير وحملة تشويه السمعة بتصرفاتك، بإن كل اللي بيقوله تعكسيه تماما، اعملي عكسه تماما. بيقول عليكي خاينة، الناس عارفة مين اللي خاين ومين اللي ماشي على حل شعره ومين اللي مش أمين ومين اللي رمى بيته وأولاده. الناس عارفة كويس قوي على فكرة يعني. امشي انتي صح، امشي انتي صح، وما تخليش أخلاقك يشوبها شائبة واحدة. مش بكلامه، بتصرفاتك. خليكي أمينة، خليكي صادقة، خليكي نظيفة في بيتك، خليكي مهتمة بنفسك، خليكي ناجحة، خليكي متقدمة. انت لو فيكي الصفات القذرة اللي هو بيحكي عنها عمرك ما هتنجحي، وعمرك ما هتبقي متقدمة في حياتك، وعمرك ما هتبقي أم صالحة ولا يعني موظفة كويسة، ولا بدأتي تشتغلي، ولا بدأتي تخرجي للحياة. عمرك ما هتعرفي تعملي كل ده، لأن الوحش اللي هو بيقوله
لما اللي هو بيدعي انه فيكي موجود فيكي، فانت مش هتقدري تتقدمي. لكن لو ما انت بتنجحي وبتوري للناس كلها قد ايه انت بقيتي كويسه، وقد ايه ولادك محترمين وكويسين، وقد ايه انت مربياهم كويس، وقد ايه انت نظيفه، وقد ايه انت شيك، يبقى العيب فيك انت مش فيها هي. كل ده نسبته بالوقت، ومن غير ما تتكلمي، ومن غير ما تدخلي في نقاش مع حد، ومن غير ما تبرري. اكتر حاجه توقعك في الغلط انك تدافع عن نفسك. اوعي تدافع عن نفسك. اوعي تقولي للقرود الطائرة اللي بيبعتهم لك او لاصدقائه او للي بتشوفيهم: انا ياما عملت وياما وياما، وهو ما قدرنيش، وانا كنت بعمل له، انا اللي خاينة، ده هو اللي عمل، ده هو اللي عمل، ده هو. اوعي تعملي حاجة من دي. حاجة كمان مهمة عايزة اقولها لك، ما اتقالتش في الفيديو، سامفاكني ما جابش سيرتها. لو معاكي ادلة ضده، لو انت عارفة من مثلا موبايله، تشاتس كانت موجودة على موبايله، صور، أدلة إن هو اللي مش كويس، إن هو اللي خاين، إن هو اللي بخيل، إن هو اللي أي حاجة، لو معاكي أدلة ضده خليها معاكي الوقت عوزة. لما تزيد عليكي قوي حملة تشهير وحملة تشويه السمعة، لما تزيد عليكي قوي، لما توصل لدرجة إن هو يقطع علاقتك بأبوكي وأمك أو بأولادك، ما تتورعيش لحظة إنك تطلعي الأدلة دي. ما تتورعيش لحظة انك تقدمي فيه بلاغ في الاسم. بعتلك مثلا كلام قذر على الواتساب، يقولك ان انت كذا وان انت كذا، قولي له هرفع عليك قضية سب وقذف وهكسبها، ومعايا ما يثبت. ودلوقتي في خاصية تسجيل المكالمات اظن موجودة على كل تليفوناتنا. لو كلمك وقالك كلمة كده ولا كده، قولي له: على فكرة، انا مبسوطة جدا جدا انك بتقولي الكلام دوت، والحمد لله الموبايل بيسجل كل حاجة، وصدقني هتشوف انا هعمل ايه قريب. بس اقسم لك بالله ان حملة تشويه السمعة دي هتقف فورا، لما تهدديه باللي معاكي، ولما تهدديه بانك هترفعي قضية سب وقذف. طب لو بقى جايلك كلام عن طريق ناس، جايلك كلام عن طريق ناس، توقفي الكلام بانك تعملي بلوك لكل الناس دي. اعملي بلوك لاي حد ممكن يضايقك، او ممكن تبقي انت متأكدة انه ما بيكلمكيش غير عشان يوصلك منه كلام وحش. انت مش مهم في حياتي. انت كقرد طائر مش مهم في حياتي. اخليك عندي ليك من الكونتاكتس بتوعي، او من الاصدقاء، او من معارفي. انا مش عايزاك، انا مش محتاجه لك. قط على طول، نو كونتاكت للنرجسي ولكل اعوانه ولكل اتباعه. كده. عارفه ما بيقولوا النار لما بتاكل بعضها بيحصل ايه؟ بتطفي. سيبيه ياكل في بعضه. سيبيه هو وقروده الطائرة وأهله وأعوانه ياكلوا في بعض، وهيطفوا، وهيسكتوا، وهينفضوا من حوله. خلي بالك، كل واحد فيهم هيتلهي في حياته، وهيسيبوه هو لوحده. ما تفتكريش انهم هيفضلوا حواليه يسمعوا له. هيفضلوا حواليه يسمعوا في حكاياته عنك او قلة ادبه عليكي، أو خلاص، ما انت قلت الكلام ده 100 مرة، هي شغلانة. فاهمني؟ اتمنى اكون فدتكم بالفيديو بتاع سام فاكنين وبتجربتي انا الشخصية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم الحلقة الجاية.